مسكت في المشرحة كلها وخلتها عبارة عن حتة فحمة سودا. وبدأت بقى هنا حكاوي الرعب، وكل اللي شاف حاجة يحكيها عن المكان ده، لحد ما في يوم من الأيام 4 أصدقاء مع بعض قرروا إنهم هيعملوا تجربة مجنونة. إحنا هنخش المشرحة دي ونشوف الكلام اللي بيتقال ده حقيقة ولا لأ، وفي عفاريت جوه ولا لأ. وكانوا واخدين معاهم حاجات بتنور وبتولع، عشان زي احنا ما عارفين ان المكان كله عبارة عن حتة فحمة سودا. المهم بمرور الوقت والاصحاب دول كانوا جوه، كل حاجة طفيت منهم، يعني الكشاف اللي بينور او حتى الكبريت اللي بيولعوا بيه، كل ده انتهى منهم. ومحدش ثواني او دقيقة واحدة بس والشباب دول يسمعوا الصريخ حواليهم من كل حتة في المشرحة، لدرجة ان الاربعة دول قعدوا يصوتوا ويقولوا الحقونا. ومن حسن حظهم للمنطقة سمعوا الصواب بتاعهم وراحوا طالبين النجدة. وفعلا الشرطة جت وخرجت الاربع شباب دول. ولما الحكومة جت وخرجت الاربع شباب دول، قالوا للحكومة انهم قعدوا يدوروا على الباب اللي لسه داخلين منه، ما كانوش عارفين يلاقوه. وكمان في اقاويل بتتقال ان هم كانوا 7 شباب مش 4، وان واحد بس هو اللي خرج منهم. طب ال6 الباقيين فين؟ محدش يعرف مكانهم ولا ليهم جثة معلومة. في ناس بتقول ان المكان ده غنيمة ثمينة جدا للصوص، عشان كده اللصوص بتقول وبتطلع اشاعات عن المكان ده عشان كله يخاف ومحدش يقرب، لان زي احنا ما قلنا ان ده كان قصر الملك فاروق. وفي من اللصوص دول اللي كان بيخش المكان بالليل ويقعد يزعق ويصوت عشان يوهم اهل المنطقة ان فعلا المكان ده مسكون ومش طبيعي. وطبعا لما اي حد يسمع الكلام ده هيخاف اصلا يقرب من المكان، وهتكون فرصة كويسة ليهم انهم يدوروا على اي مقتنيات من الملك فاروق سابها. وفي ناس تاني من اهالي المنطقة بتقول لا، المكان ده مش مسكون، المكان ده بيستولى عليه تجار المخدرات، وبيخبوا في المكان ده المخدرات وبيتاجروا فيها من هناك. وطبعا بيعملوا الصوت ده والسمعة دي عشان محدش يقرب من المكان ده ويشوفوا هما بيعملوا ايه. ومهما كانت الحقيقة فعلا عن المكان ده، ولكن المكان ده اول ما هتشوفه قلبك هيتقبض لوحده، لانه مكان مرعب ومخيف. وفي فيديوهات كتير منتشرة على النت ممكن تشوفها لناس حاولت انها تخش ومصورة الكلام ده، وفي ناس بتقول ان في ناس منهم بتخرج، وفي ناس تانية محدش يعرف عنها حاجة. قول لنا رأيك في الكومنتات، واتمنى ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعك، واشوفك في حلقة جديدة، وسلام.